يا راكبا في رحلة الحياة لا تظن أنها قصيرة مذهلة، فكم من راكب أراد وجهة لينتهي به الطريق مقفلا. هي الحياة لعبة قانونها الفوز ليس بالوصول أولا بل بالوقوع، والوقوع فرصة للحلم أن يقيس العزم سائلا استسلما أم أكملا. فاستمرا لأنها الحياة تترترى. فاستمرا حينا جميلة وحينا غادرا. على الطريق سوف تلقى صحبة فاحذر فليس كلهم بصاحبي، والحب أيضا فيه يبدو غائبا لكنه خلف الستار يختبي. فخذ للخلف خطوة ترى بها ثم اخطو الفا للجمال الغائب، واختر ما بين أن تكون صامدا أو حبة في لوحك رمي أبي لك الخيار صاحبي. فاستمرا لأنها الحياة تترترى. فاستمرا حينا جميلا وحينا غادرا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. داخلين على امتحانات الفاينل، وعشان اهيئ نفسي للامتحانات او اكون مستعده في حاجات كتير لازم بعملها. اول حاجه بعملها هي انه انا بعد ما بخلص تسليم مشاريع الدنيا بتبقى عندي متكركبه قوي في الاوضه. بكون وقت تسليم المشاريع انا ممكن اكون بروق المنطقه اللي حواليا اللي انا قاعده شغاله فيها، واحيانا مبقاش عندي وقت اروق، فببقى سايبه كل حاجه مبهدله، الدولاب متبهدل، التسريحه، المكتبه. فانا عشان استعد بقى او انه خلاص انا خلصت الضغط ده وداخله على حاجه جديده لازم بعمل كل ده. يعني انا باخد يوم من اوله لاخره بعمل الاوضه كلها من اصغر حته لاكبر حته، بفضي الدروج، بعمل المكتبه، بعمل تسريحه، بعمل كل حاجه. دي بتخليني حاسه ان انا قاعده في مكان رايق، مكان هادي. يعني اصلا نفسيتي دايما بتكون متوقفه على اوضتي، ان هو انا لما الاوضه بتبقى مش تمام او بتبقى متبهدله هما بيكونوا عارفين انه لا، يعني يومنا مش كويسه. فلازم ولابد انه المكان اللي حواليك يكون منظم ومرتب عشان نفسيتك، وعشان وانت قاعد بتذاكر لما عينك تروح في اي مكان انت تكون هادي ما تتعصبش. تاني حاجه طبيعي كلنا بينزل لنا جدول للامتحانات، فهو حتى لو معايا صوره على الموبايل لا انا بنقله في كشكول بشكل منظم، واشوف يعني انا مثلا عندي مواد رسم ومواد نظري، فمثلا ايه يعني هحاول اشرح لكم بطريقه بسيطه قوي انه انا مثلا عندي ماده رسم قبلها كذا يوم، سي مثلا 3 ايام. ماده الرسم دي اصلا مش محتاجه ان انا يكون قبلها 3 ايام لان هي رسم عادي. مثلا بعدها في ماده نظري، الماده النظري دي مش قبلها ايام وهي محتاجه ايام، فبفضل اعمل جدول منظم انه مثلا هاخد من الايام اللي قبل ماده الرسم احطها الايام النظري اذاكر فيها الماده النظري دي. اتمنى تكونوا فاهميني. فبعمل جدول، ببدا الجدول بشكل حلو في كشكول تاني، واكتب الايام اللي قبل كل ماده، وكل ماده بتحتاج كام يوم، وسيستم بقى الايام، اشوف اليوم ده هذاكر فيه ايه، اليوم ده هذاكر فيه ايه. فلازم بعمل جدول عشان ما احسش ان انا تايهه في الامتحانات وكده، فبحب ان كل حاجه تبقى منظمه من الاول. تالت حاجه، انا وانا قاعده بذاكر بجوع كتير، فدايما بحب ان انا وانا بذاكر بيكون في سناكس جنبي، كل شويه مثلا اقوم اعمل حاجه سخنه تتشرب، بسكوت، فاكهه، حاجات خفيفه تفتح نفسك على المذاكره، مش اللي هو اقوم اجيب اكل بقى فراخ ومكرونه، لا ده
ده بنبقى بناكله وبنبقى عايزين ننام مش نذاكر. فدايما وانا بذاكر بحب ان انا يكون معايا حاجات خفيفه اتسلى بيها وانا بذاكر عشان ابقى قاعده مبسوطه يعني. فدي بتكون حاجه لذيذه برضو ممكن تعملوها. النقطه الرابعه دي انا مش بعملها كتير الصراحه، بس بعملها في اوقات معينه، وهي ان انا انزل اذاكر بره البيت في ورك سبيس. الموضوع بيبقى لذيذ جدا على فكره، وبانجز يعني بخلص جزء كبير وانا بره. بس دي بعملها في اوقات معينه، اوقات مثلا ان انا عارفه ان انا طول ما انا قاعده في البيت لو عندي ماده نظري انا لما بقعد اذاكر في البيت ما بقدرش اقاوم قعدات اهلي واخواتي. يعني انا لو قاعده بذاكر وهم قاعدين بره، انا لو امتحاني كمان ساعه انا هسيب المذاكره وهقوم اقعد معاهم عادي. بحب انا التجمعات والقعدات دي. فممكن اعمل حاجه في وقت زي ده، ان انا لو عايزه انجز جزء كبير او انا حاسه ان في حاجه هتعطلني هنا ان انا اقعد فتره كويسه بذاكر، بنزل اقعد بره. والصراحه الموضوع بيبقى لذيذ جدا، ومجربتوش كتير بس يعني جربته، وكنت نزلت خلصت الماده كلها بره يعني. فاحيانا بجد بيكون الموضوع لذيذ جدا، فممكن تجربوه. اتكلمنا في نقطه ان انت تظبط الجدول وتظبط الايام وكده. في نقطه مهمه برضو، هي ان انت تظبط جدول لكل ماده. يعني انت عندك ماده كبيره زي مثلا هتاخدها على يومين، فانت اليومين دول انت قبلها يعني بتقعد تظبط انه الماده دي ازاي هتخلص على اليومين دول. يعني مثلا هي زي مثلا 6 بارتات، انت مثلا هتقول تاخد البارت الاولاني في كام ساعه، البارت التاني في كام ساعه. طب هتخلص مثلا الماده في يوم وتحل عليها في اليوم التاني. لازم تكونوا عاملين جدول للماده بحيث ان انت ما تخلصش مثلا يعني الوقت يضيع منك في جزء قليل وتلاقي نفسك ما ملحقش تخلص حاجه تتفاجئ. فلازم تكونوا مظبطين النقطه دي عشان يعني تكونوا اهدى شويه، ما تحسوش ان انتوا اتزنقتوا. والنقطه اللي مهمه جدا 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 هي ان لازم الموبايل يكون بعيد عن ايديكم، بعيد عنكم عموما، لانه بجد بيسحب الوقت وممكن ما نكونش حاسين بالموضوع ده، بس فعلا طول ما الموبايل جنبي انا قاعده بذاكر حاجه ورا التانيه بتخليني امسك الموبايل. نوتيفيكيشن افتح اشوف ده ايه، مسج افتح اشوف مين بعت لي. ف دي ورا التانية الوقت بجد بيتسحب، والموبايل يعني مش بيخليك تحس بالموضوع ده. فلازم يكون بعيد عنكم. والمشكله دي ليها حلين. الحل الاولاني انه يعني لو انت اصلا شغلك على الموبايل او هتذاكر الماده دي من على الموبايل، ففي حلين للحاجه دي. الحل الاولاني انه انت تنقل بقى الحاجات دي على موبايل حد تاني من البيت، على تاب لو متاح، على لاب، اي حاجه، بس تكون بعيد عن السوشيال ميديا بتاعتك. تاني حل انه انت تقفل النت وانت بتذاكر، لان بجد الموضوع صدقوني بيفرق جدا. لو انت الموبايل حواليك او النت مفتوح السوشيال ميديا بتسحبك. فلازم بجد تكونوا يعني واعيين للنقطه دي قوي. I think دي اغلب الحاجات اللي انا بركز فيها لما ببقى داخله على فتره الامتحانات عشان احس ان انا جاهزه يعني. في بقى حاجات مهمه ان انت تهتم بنفسك في وقت الامتحانات، تهتم بنفسيتك، ان انت مثلا يعني متبقاش مهمل في شكلك، متبقاش مهمل في حواليك. يعني خلص مذاكره، لم حاجتك، هترجع من الامتحان تغير هدومك، ما ترميهاش، روق الاوضه، دايما الدنيا تبقى رايقه حواليك. واهتم بنفسيتك من ناحيه ان انت يعني تدي بريك لنفسك بين الامتحانات، بين المذاكره، تكافئ نفسك. يعني حسيت ان انت طلعت مبسوط من الامتحان، ممكن تكافئ نفسك ان انت تنزل تاكل اكله حلوه، تجيب لنفسك حاجه حلوه. حسيت ان انت ذاكرت وقت طويل متواصل، ممكن تاخد بريك، تتفرج على حاجه قصيره، تقوم تخرج شويه، تجيب حاجه وترجع تقعد مع اهلك. يعني كافئوا نفسكم وادوا بريك لنفسكم. الموضوع ده بيفرق. وان شاء الله يعني هي فترة الامتحانات بتبقى وحشة ورخمة وصعبة انا عارفة، بس خليكم متأكدين انه كل واحد بياخد على قد مجهوده، وان انتوا عملتوا اللي عليكم، وان هي هتعدي على خير ان شاء الله، وربنا يوفقنا كلنا. واشوفكم في الفيديو الجاي.